بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الفراخ البلدي، وهنتكلم كمان بالتفصيل عن اسباب الافتراس، وكمان هتكلم معاكم ازاي تحافظي على فراخك ان شاء الله. وكمان حابة اقولك كده على شوية علاج لازم يكون موجود عندك بالنسبة برضو للفراخ البلدي. هتبقى عبارة بقى عن مضاد سموم طبيعي بس علاج بشري، كمان هيبقى كمان حاجة مطهر معوي ورافع مناعة وكمان كالسيوم وكمان حاجة للديدان. فتابعي معايا الفيديو. وكمان هقولك وايه الاجراءات اللي تبداي تعمليها ان شاء الله عند الفراخ عندك عشان تتجنبي اي مشكله، وكمان ازاي تحصني فراخك باذن الله. بس قبل ما نخش على تفاصيل بقى الفيديو، لو انتي اول مره بتشوفي القناه عندي اتمنى طبعا تشتركي، واتمنى كمان حطوا لنا اللايك على الفيديو علشان يوصل لعدد كتير، وعشان اتشجع ان شاء الله واعمل لكم فيديوهات كتيره باذن الله عن الفراخ البلدي. اول حاجه حابه اتكلم معاكم عنها عن الافتراس ده بيجي نتيجه ايه، وايه الاجراءات اللي انت تبداي تعمليها على طول مع فراخك لو قابلتي الظاهره دي. بصوا بقى، اول حاجه الافتراس ده بيكون نقص في تركيبه العلف اللي احنا بنشتريه، يعني اصلا بيكون عيب في العلف اللي احنا بنشتريه، فعشان كده بتبدا تظهر معاكي حاله الافتراس، لان طبعا العلف بيبقى فيه حاجات كتيره مش موجوده فيه. او الناس اللي بتعمل تركيبات يا حبايبي، اللي هي ايه، الناس بقى اللي بتحط الدشيشه على العلف على العيش على الكلام ده كله، ده برضو بيبقى فيها حاجات ناقصه، فعشان كده برضو بتبدا تيجي معاكي عمليه الافتراس. فانت لو حابه تعملي تركيبه اكل لفراخك لازم تكون مظبوطه، وغير كده وكده العلف ده اساسي معاكي. فممكن يكون من العلف اللي انت بتشتريه، او ان انت عامله ليهم تركيبه مش فيها كل حاجه، فعشان كده بتبدا تظهر معاكي برضو عمليه الايه، الافتراس. طيب العلف اللي انا بجيبه ممكن يكون ناقصه ايه؟ ممكن يكون ناقصه املاح معدنيه، ممكن يكون نقص بروتين فيه. يعني بمعنى إيه؟ ان انا جايبه مثلا تركيبه العلف 23% مثلا بروتين، وابص الاقي هو اصلا مش 23%، في حاجات ناقصه فيه، فعشان كده ممكن تبدا معاكي عمليه الايه، الافتراس دي. او الاحماض الامنيه برضو مش موجود فيه احماض امنيه، والاحماض الامنيه دي عباره عن ايه؟ عن اللي هي بتاسس لك الفرخ ذات نفسه، فبرضو بتكون ممكن تكون ناقصه في العلف اللي احنا بنشتريه. فلو هتجيبي علف اتأكدي برضو ان هو يكون علف ليه سمعة كويسة، ما تجيبيش حاجة جديدة طالعة، هاتي الحاجة اللي انت عارفاها والحاجة اللي انت متعودة عليها. فده ممكن زي ما قلت لك بيكون مشكلة علف معاكي، او التركيبة اللي انت عاملاها فيها حاجات ناقصة مش موجودة في تركيبة العلف. طيب حاجة كمان ممكن الافتراس يجي عن طريق ان الحراره تكون عاليه عندك في المكان. لو الحراره علت ممكن برضو يجي معاكي. خدي بالك درجات الحراره دي لازم تظبطيها حتى للفراخ البلدي، واتكلم معاكي برضو بالتفصيل المشاكل اللي بتقابلك في الشتاء بسببها ايه. حاجه كمان المساحه اللي انت حاطه فيها الفراخ دي مش كفايه عليهم، يعني ضيقه عليهم، فبالتالي بيبدا يظهر برضو معاكي عمليه الافتراس. الفرخ البلدي بيحب الوسعه كده والمكان يبقى واسع عنده، علشان تتجنبي خالص موضوع الافتراس ده. وحاجة كمان زي ما قلت لك، لو المكان ضيق هيبدأ يظهر معاكي برضو الافتراس ده. الافتراس ده ممكن يظهر عند الكتاكيت البيضة معاكي في العمر الصغير، بس ما بيظهرش في العمر الكبير. فانت انما بقى في الفراخ البلدي ممكن يظهر معاكي في العمر الصغير والعمر الكبير. فطيب في الوقت ده احنا نعمل ايه؟ احنا هنشوف بقى الاجراءات اللي احنا هنبدا نعملها ايه. لو انت مشغله اضاءه عاليه في المكان، حاولي ان انت تخفضيها بالليل، او تحطي اللمبه الخضراء ليهم، او تخففي الاضاءه خالص لو انت مشغله لهم اضاءه وفي افتراس عندك. فخدي بالك من موضوع الاضاءه العاليه دي، هتعمل معاكي افتراس، فبالتالي هتبداي ان انت تنزلي شويه ايه، الاضاءه الشديده عند الفراخ دي. وطبعا برضو ممكن يجي عندك افتراس بسبب ان في ممكن يكون عندك فرخة فيها انقلاب رحم، فبيبدأ الفرخ بقى يعض فيها طول ما هو شايفها كده، بيبدأ ان هو ايه، يعض فيها. عامة الفراخ اول ما بتشوف ريحة الدم بتستطعم الطعم بتاعه، وبتأي لون احمر كده بتشوفه خلاص، يعني هي بتبقى عملية كمان تعود معاكي. ابدأ اعمل ايه؟ لو عندك فرخة فيها انقلاب رحم او فيها مشكلة او معورينها، اعزليها بره وابدأي عالجيها خالص وظبطيها، وشوفي بقى نبدأ نحل ايه المشكلة دي معانا. نبدأ ان احنا زي ما قلت لك هنعمل ايه بقى على طول. شايفين الحاجات اللي انا قلتها لكم في الاول دي هنبدأ نظبطها كلها، عشان بس ما ارجعش اعيد الكلام معاكم تاني يا حبايبي. فانت هتظبطي الحاجات اللي احنا قلنا بسببها بيجي الافتراس، هتظبطيها الاول، المساحة الاضاءة الكلام ده كله، وهتتأكدي ان العلف اللي انت جايباه يكون كويس. حاجة كمان كل اللي هتحتاجيه، هتحتاجي املاح معدنية سائلة،
واحماض امنيه سوا ليهم. الاملاح المعدنيه 2 سنتي على رتل الميه، ولو يعني الاملاح المعدنيه مش قد كده خليها 5 سنتي، لان طبعا بيبقى فيه انواع. ودايما بقول لك هاتي، ما تجيبيش اللي هي في الازازه ام 5 جنيه ديت مش اي علاج خالص. هاتي حاجه مستورده، خلي الدكتور يعبيها لك كده في ازازه. والاحماض الامنيه 1 سنتي بس على رتل الميه. فانتي لازم تكوني مظبطه كل حاجه عندك. وطبعا في ناس بتبدأ بقى تقص اللي هو الجزء البسيط من البوز بتاع الفراخ، وفي ناس على فكرة بتقصه والفراخ لسه صغيرة، علشان البوز ده بيبقى طري مش بيبقى ناشف. بس لو هتقصي هتقصي الجزء اللي فوق اللي هو الصغير خالص ده، ما تقصيش الجزء اللي تحت. فزي ما قلت لك في ناس بتقص كده والفراخ صغيرة، وفي ناس بتقص كده بقى بتضطر تقص لما الفراخ بتكبر الحاجة البسيطة من الايه، من اللي هو البوز الفوقاني ده بس كده. بس زي ما قلت لك دخلي بقى املاح وفيتامينات وكالسيوم، واهتمي بالعلف والكلام ده كله، ان شاء الله مش هتلاقي عمليه الافتراس خالص. يا رب كده اكون شرحت لك كل حاجه عن الافتراس. تعالي بقى كده اقول لك عن العلاج اللي لازم يكون موجود عندك. دي كده اول ازازه معايا، ده كده يا حبايبي رافع مناعه، ده بشري، ممكن تجيبيه من الصيدليه البشريه. ولو حابة تجيبي حاجة بيطرية يبقى سيلينيوم، ده رافع مناعة حلو جدا برضو بيطري. وطبعا بديل رافع المناعة بقى لو انت حابة تشتغلي التوم البصل الليمون، كل الحاجات دي هتبقى رافع مناعة معاكي. تاني حاجة معايا اهوت، دوت كده يا حبايبي عبارة عن مضاد للسموم. يا حبايبي هيمشي معاكي لمضاد للسموم. وممكن طبعا تبداي تجيبي مضاد سموم بيطري زي ما انت عايزه. وبديل بقى مضاد السموم معاكي خل الطعام او خل التفاح، الكركم، التوم، كل الحاجات دي هتمشي معاكي برضو مضاد للسموم. تمام. ده كده تالت حاجه معايا، ده كده ديكال 12، ده كده كالسيوم للفراخ عندك برضو لو حابه تجيبيه برضو مفيش مشكله خالص. ده برضو هيمشي معاكي كالسيوم حلو جدا للطيور معاكي اللي هو بتاع الاطفال ده. تمام. ده كده تالت حاجة. رابع بقى معايا حاجة من داكسي دوت يا حبايبي، ده بقى للديدان، قاتل للديدان. لو حابة برضو كل شهر كده تدي جرعة وقائية منه للفراخ عندك، أو تعملي بديله الشيح، التوم، الحاجات دي كلها هتمشي معاكي برضو إن شاء الله بديل للديدان. آخر حاجة معايا بقى، ده كده اهوت فلاجيل، ممكن تجيبي منه اقراص وممكن تجيبي منه دواء زي ما انت شايفه، حلو جدا برضو لو في مشاكل عندك، اسهالات، الكلام ده كله. فلازم العلاج ده يبقى موجود عندك باستمرار. المضاد الحيوي، الريفو، الحاجات دي كلها لازم تكون موجوده عندك. بالنسبه بقى للايام اللي احنا داخلين فيها دي، هيقابل معاكي بقى ممكن مشاكل تنفسيه كلام من ده، هتجيبي برضو الفت او اي حاجه كده برضو موسع شعب. المهم الحاجات دي لازم تكون موجودة عندك علشان تبدأي تتصرفي على طول بالنسبة للفراخ. ودايما بحب اقولك كمان، عشان ساعات بتجيلي اسئله كتيره بالنسبه للفراخ البلدي، ندي تحصينات ولا لا، ونجيب علاج ولا لا. لا، لازم ندي تحصينات ولازم ندي علاج، ولازم في جرعات كده نمشي عليها مظبوطه للفراخ البلدي، وفي حقن تحصينات ليهم للانفلونزا، وفي حاجات كتيره لازم تمشي بيها بالنسبه للطيور البلدي. ليه بقى؟ اولا الطيره البلديه مكمله معانا، يعني قاعده معانا فتره طويله. حاجه كمان علشان لا قدر الله اما نخش بقى في الشتاء الجامد او في فيروس او في اي حاجه يبدا يصد معانا الكلام ده كله. احنا ليه بندي علاجات وبنلجأ للعلاجات؟ عشان نبدا برضه نرفع المناعة على قد ما نقدر كده عند عند الفرخة البلدية، علشان لا قدر الله لو دخل عليها بقى دور برد، دور اي مثلا اي مشكلة تبدأ تصد معاكي. وطبعا احنا بنخلي الفرخة عندنا علشان بنحتاج منها للبيض، يعني احنا كده كده بنحتاجها للبيض. الناس اللي هتقولي طب ده انا عندي مثلا اللي جبت شوية فراخ بلدي و20 يوم اهوت وما اديتش التحصينات والفراخ زي الفل، صدقيني هيجي عليكي بعد ال20 يوم هتبصي تلاقي في مشاكل بدأت تقابلك. طيب ليه انا بقى ادخل المشاكل دي؟ فانا من الاول ابدا ادي جرعه الكوكسيديا بتاعتهم، مضاد للسموم، شويه مضاد للسموم بيطري يكون حلو، ادي برضو رافع مناعه، ادي غسول كلوي مره، ابدا اظبط الدنيا عندي الفراخ البلدي. وبرضو حاجه كمان حابه اتكلم معاكي، اسسي الفرخه صح، اسسيها. الفرخه لما بتكون متاسسه صح من العلف، واخده بقى كفايتها من البروتين والاملاح والكلام ده كله والفيتامينات والكالسيوم، هتبيض معاكي بدري وهتديكي انتاج كويس للبيض. فادي الفرخه في الاول، هتديكي بعد كده زي ما بيقولوا كده ازرعي، وبعد كده ان شاء الله هتلمي الحصاد بتاع الفراخ دي.
وطبعًا أكيد هييجي علينا وقت هنبدأ بقى نعمل لهم تقليبة، ونبدأ بقى نحط ليهم بواقي البيت والكلام من ده كله، أكيد هنوفّر معانا، وهيبقى طبعًا أوفر بكتير، خاصةً لمّا أنتِ كمان تطلعي كده تلاقي شوية بيض كده تبدئي تلميه، صدقوني ده خير والله، يعني شوية البيض ده خير في البيت عندِك. أتمنى فيديو النهارده تكوني استفدتِ منه بحاجة بسيطة، استنوني إن شاء الله في فيديوهات كتيرة ومعلومات كتيرة للفراخ البلدي، أشوفكم على خير.